بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم من ملعب السير. النهارده هنتكلم عن مباراة قوية جدا الكل بينتظرها، خاصة في بطولة قوية جدا كلنا بننتظرها من السنة للسنة، وهي بطولة دوري ابطال اوروبا. يمكن المباراة النهارده هتكون ما بين فريقين قويين جدا في الكرة الانجليزية والكرة الالمانية، مواجهة صعبة جدا جدا. مباراة مانشستر يونايتد الانجليزي بقيادة تين هاج في مواجهة بايرن ميونخ الالماني قيادة المدير الفني المتميز توماس توخيل. يمكن الحقيقه مباراه هتكون من المباريات القويه جدا في الجوله دي بالنسبه لدوري ابطال اوروبا، ويمكن الحقيقه الكل بيتساءل بقى يا ترى تين هاج ازاي هيقدر يتعامل مع هذا اللقاء، خاصه ان الحقيقه في الدوري الانجليزي نتائج بالنسبه لمانشستر يونايتد كانت مخيبه للامال بالنسبه للمتابعين وبالنسبه للمشجعين لفريق مانشستر يونايتد. ويمكن الحقيقه مع بعض النهارده من خلال حلقتنا هنستطيع ان احنا من خلال قراءه في تفكير المديرين الفنيين ان احنا نقدر ان احنا نتوقع سير المباراه هيكون في اي اتجاه. يمكن في البدايه احب اوضح لكم بعض الاحصائيات عن الفريقين بالنسبه لمشوارهم في الدوري الانجليزي والدوري الالماني. يعني لو هنبتدي بمانشستر يونايتد، يمكن الحقيقه خسر مباراتين، خسر 3 مباريات وفاز في مباراتين، واحرز 6 اهداف واستقبل 10 اهداف. يعني الاحصائيه لو هنتكلم عليها يعني الحقيقه بتوضح لنا قد ايه مانشستر يونايتد بنسبه كبيره هيعاني في هذا اللقاء. اما بالنسبه لبايرن ميونخ فالحقيقه فاز في 3 مباريات في الدوري الالماني وتعادل في مباراه ولم يخسر في ولا مباراه، واحرز 11 هدف واستقبل 4 اهداف. يمكن الحقيقه مانشستر يونايتد في المركز ال 13 في الدوري الانجليزي، على العكس من بايرن ميونخ في الدوري الالماني بيحتل المركز الثاني مناصفه مع فريق باير ليفركوزن. احصائيه مهمه جدا قبل ما ابتدي ان انا اتكلم على تحليل المباراه بالنسبه للفريقين وقراءه تفكير كل مدير فني. يمكن الحقيقه الاحصائيه المهمه جدا انه فريق بايرن ميونخ الحقيقه واجه مانشستر يونايتد في دوري ابطال اوروبا في 11 مباراه. يمكن بايرن فاز في 4 مباريات، مانشستر يونايتد فاز في مباراتين وتعادلوا في 5 مباريات. ايضا احصائيه مهمه جدا ان احنا ننتبه ليها وان انا الفت انتباه حضراتكم ليها، وهي انه فريق بايرن ميونخ ما خسرش ولا مباراه امام مانشستر يونايتد في دوري ابطال اوروبا على ملعب الالينز ارينا اللي هتقام عليه مباراه النهارده. ويمكن الحقيقه النهارده هتكون مباراه قويه جدا جدا، خاصه انه تين هاج ومانشستر يونايتد هي عليهم حمل كبير جدا ان هم يعني يصالحوا جماهيرهم وان هم يدافعوا عن سمعتهم في اوروبا، لان الحقيقه ما ينفعش ان فريق مانشستر يونايتد النهارده امام بايرن ميونخ يخسر بنتيجه كبيره او انه ينهي المباراه بنتيجه يكون فيها خساره ساحقه ليه. فالحقيقه مباراه النهارده هتكون قويه جدا، ولكن لو هنتكلم بقى بالنسبه للاحصائيات اللي احنا وضحناها يمكن الحقيقه راح تكون صعبه جدا على فريق مانشستر يونايتد. يمكن فريق مانشستر يونايتد الفتره الاخيره خسر مباراتين مهمين جدا امام برايتون 3-1 وايضا امام فريق ارسنال الانجليزي، ويمكن الحقيقه شفنا اداء الى حد ما كان قوي بالنسبه لمنطقه وسط الملعب وبالنسبه لخط الدفاع، على الرغم ان هم بيعانوا من غياب اللاعب فاران، ويمكن الحقيقه من اللاعيبه المتميزه جدا، واعتقد انه هيكون فارق بشكل كبير جدا بالنسبه لاداء مانشستر يونايتد. ويمكن ده يخلينا نتكلم في جزئيه ايه السيناريوهات النهارده اللي ممكن تدار بها المباراه ان فريق مانشستر يونايتد يطلع بنتيجه ايجابيه. يمكن الحقيقه لو هنتكلم على الاحصائيات وهنتكلم على الوضع الحالي وهنتكلم على الارقام والاستقرار والاداء بالنسبه للمديرين الفنيين، فطبعا الطبيعي هيكون نظريا انه المباراه فوزها سهل جدا بالنسبه لفريق بايرن ميونخ، لانه الحقيقه فريق بايرن ميونخ عنده الادوات، عنده لعيبه وسط ملعب متميزه جدا زي كيميتش واللاعب جورتيزجا، ايضا في اللاعب سانيه. بالنسبه للجناح عندهم هاري كين النهارده، ويمكن الحقيقه كانت صفقه موفقه ان هم يتعاقدوا معاه. يمكن الحقيقه فريق اصبح شبه متكامل النهارده، عنده راس حربه قوي، عنده اجنحه سواء سانيه او كومان او جنابري. النهارده في نص الملعب في كيميتش، في جورتيزجا، وايضا اللاعب مولر. يمكن بنتكلم في الظهير الايمن في ليمير ونصير مرزاوي، ايضا اللاعب اوباميكانو في الدفاع، وكيم من جيل قادم من نابولي الايطالي اللاعب المتميز جدا اللاعب ديفيز الكندي. يمكن الحقيقه لو هنتكلم على فريق بايرن ميونخ، لا فريق بايرن ميونخ فريق متكامل النهارده. لو هتلعب فريق بيعرف يستحوذ كويس جدا على الكوره، فريق بيعرف ان هو يخترق من على الاطراف، عنده لاعيبه وسط ملعب لاعيبه قويه جدا بتعرف توصل كوره، وعندهم المهارات الفرديه عاليه، وعندهم سرعات في الثلث الاخير، وعندهم لو هنلعب من على اجنحه وهنلعب من على الاطراف فعندنا لاعب بيلعب بضربات الراس متميز جدا اللي هو كاري كين، وفي نفس الوقت بيبقى محطه للاعيبه اللي بتيجي من الخلف للامام. فالحقيقه لو هنتكلم في الثلث الامامي بالنسبه لفريق بايرن ميونخ، لا انت عندك فريق شبه متكامل من منطقه وسط الملعب منطقه الهجوم. فالنهارده مهم جدا تين هاج وهو بيدير المباراه دي هتبقى سيناريوهين، ما اعتقدش هيكون في سيناريو ثالث. السيناريو الاول انه فريق مانشستر يونايتد هيلعب بالطريقه اللي هو بيلعب بيها اللي هي 4-2-1-3، ولو هيلعب بالطريقه دي اعتقد هيكون سيناريو كارثه على تين هاج، لانه النهارده انت علشان تلعب
بنفس الطريقه اللي هيلعب بيها المدير الفني توماس توخيل. توماس توخيل عنده ادوات اقوى منك في الثلث الاخير. يمكن الطريقه دي بتعتمد على الاستحواذ في نص الملعب وانه يحرك الاطراف، وطبعا ان عنده لعيب هداف في الثلث الاخير يكون قوي جدا. يمكن الطريقه دي تناسب توماس توخيل لكن ما تناسبش مانشستر يونايتد، لان الحقيقه لو هنقارن لعيبه وسط ملعب بايرن ميونخ ولاعيبه الهجوم بلاعيبه مانشستر يونايتد، اعتقد بالنسبه للانسجام وبالنسبه للروح وبالنسبه للمهارات الفرديه العاليه الفتره الاخيره يتفوق بايرن ميونخ. ده ما يقللش من لعيبه مانشستر يونايتد، بس احنا بنتكلم على الوضع الاخير بالنسبه لتقييم الفرقتين. طيب يبقى ده السيناريو الاول اللي هو انه الفريق مانشستر يونايتد هيلعب بنفس اسلوب لعبه امام بايرن ميونخ. المباراه هيكون فيها نديه وهيكون فيها قوه، ولكن اعتقد لو المباراه كانت على السيناريو ده هيكون الاستحواذ وهتكون المباراه من جانب واحد اللي هو فريق بايرن ميونخ، واعتقد انه هيحقق الانتصار بسهوله. وده هيكون سيناريو كارثي على تين هاج. يمكن السيناريو الاول يخلينا ان احنا نطرح السؤال الثاني، ايه هو السيناريو الجيد اللي ممكن يتعامل بيه تين هاج مع المباراه بحيث ان هو يخرج بنتيجه ايجابيه؟ لو مش هيحقق فوز على الاقل يحقق تعادل، وفي نفس الوقت حتى لو خسر يؤدي اداء قوي وانه يكون مقنع بالنسبه لجماهيره. يمكن ده يخلينا بقى نتكلم في السيناريو الثاني اللي هو النهارده انت كمانشستر يونايتد انت عندك منطقه القوه الى حد ما في الفتره الاخيره بالنسبه للتنظيم الجيد وبالنسبه للاداء الجماعي في منطقه وسط الملعب ومنطقه الدفاع الحقيقه بغض النظر عن الاحصائيات والارقام. طيب انت مشكلتك ايه النهارده؟ مشكلتك في الثلث الاخير ان انت ما عندكش لعيبه اجنحه ممتازه. يعني النهارده لو هنتكلم على فريق زي بايرن ميونخ انت بتتكلم في جنابري، بنتكلم معانا في كومان، في لعيب متميز زي سانيه اللاعب الالماني، هاري كين في الخط الامامي، عندهم شوبوميتنج مهاجم متميز جدا الحقيقه وبيلعب احتياطي بعد ما تعاقدوا مع هاري كين. فالنهارده هو عنده ادوات متميزه. لو هنتكلم على مانشستر يونايتد لا، انت هتلاقي الفتره الاخيره ان في ارتباك الحقيقه في المراكز دي. يعني النهارده انتوني دا سيلفا خلاص مش موجود بسبب المشكله اللي هو بيواجهها. بعد كده هولاند كان مصاب وابتدى يرجع التشكيل، طب ما فيش انسجام. بعد كده مارسيال بيلعب، لا نلعب راشفورد. فالحقيقه الثلث الاخير والمعادله اللي في الثلث الاخير دي هي الحقيقه الكارثيه بالنسبه لمانشستر يونايتد. طب النهارده ازاي انا اتغلب على نقاط ضعفي، وازاي ان انا اعرف اضرب في نقاط قوه الفريق المنافس؟ دي النقطه المهمه جدا اللي هتحسم المباراه. يا ريت الكل ينتبه جدا جدا في النقطه اللي احنا هنوضحها دلوقتي. مانشستر يونايتد مفيش حل قدامه النهارده وانت بتلعب امام فريق زي نادي بايرن ميونخ عنده وسط ملعب قوي وعنده اجنحه متميزه، ان انت هتبقى المعركه من البدايه هي معركه وسط الملعب والسيطره عليه. طب انا النهارده علشان اسيطر على منطقه وسط الملعب انا عندي خلل في الثلث الاخير، في الثلث الهجومي، يبقى انا مش محتاج العب بعدد كبير جدا في الثلث الامامي، يبقى انا العب على سرعات وعلى لاعيبه قويه جدا في الثلث الامامي، اللي هو لو ابتدي براشفورد او هولاند او راشفورد ومارسيال في الثلث الامامي راسين حربه. انا مش هلعب بثلاثه، مش هلعب باثنين اجنحه وراس حربه وحيد، وابتدي ازود منطقه وسط الملعب، اعمل له حزام في نص الملعب، اسيطر انا على نص الملعب. مهم جدا ان انت النهارده تسيطر على منطقه وسط الملعب لان هي دي مفتاح المباراه. طيب هنسيطر وسط الملعب، هل هنفتح الجيم وهنلعب كره مفتوحه؟ لا، الامور هتكون صعبه عليك جدا لانه بايرن ميونخ متميز جدا في ان هو يقدر يعمل تكتلات دفاعيه ممتازه وعنده سرعات في الثلث الاخير بالنسبه لسانيه وبالنسبه لكومان. طيب السؤال ايه اللي نقدر نتعامل بيه بشكل جيد مع المباراه؟ يبقى انت النهارده لو هنلعب بشكل كويس جدا وعايزين نخرج بالمباراه بشكل كويس جدا بالنسبه لتين هاج، انك انت تبتدي انك تسيطر على المباراه وتتحكم في ايقاع المباراه من خلال امتى تزود السرعه بالنسبه لايقاع المباراه وامتى تقلل بالنسبه لاداره المباراه. خلي فريق بايرن ميونخ هو اللي يعمل ضغط عالي عليا وابتدي انا احرك اطرافي. فريق بايرن ميونخ هيبتدي ان هو يضغط عليك من منطقه وسط الملعب، بيلعب جورتيزجا وكيميتش ومعاك مولر. فالنهارده هتلاقي الفريق كله بيدخل في منطقه وسط الملعب. جميل جدا، مهم جدا بقى ان انت تسحبه في الجزئيه دي وتبتدي تحرك اطرافك وتحرك سرعتك في الثلث الاخير سواء هولاند او راشفورد، او كنت هتلعب مارسيال في الثلث الاخير مع راشفورد. فهنا هتبتدي يبقى انت ليك الغلبه وليك السيطره، خاصه ان عندك لاعب زي كازميرو ممكن يسقط يقابل الاثنين المدافعين، ولو هتلعب بماكتوماني ان هو ايضا ينزل يقابل. طيب يبقى انت هنا هتبتدي تحرك الاطراف بتاعتك وتبتدي تبقى انت بتسحب فريق نادي بايرن ميونخ وبتبتدي ان انت تحرك المباراه بشكل ومسار مختلف تماما. يبقى انت اللي مستحوذ هنا على المباراه، مش هتدي المجال ولا المساحه لنقطه القوه اللي بيتميز بها توماس توخيل، لان هو بيسيطر على مجريات المباراه وبيلعب من على الاطراف وبيلعب من على العمق وعنده لعيبه ممتازه بتصوب من الخارج بشكل كويس، عنده لعيب هداف زي هاري كين بالنسبه للرأسيات والعرضيات هتكون خطره، عنده لعيبه عندها المهارات الفرديه عاليه والاختراق من العمق زي سانيه. لا، يبقى انا هقفل عليهم المنطقه دي تماما. يبقى انت كده قفلت
دخلت على مفاتيح لعب توماس توخل، ويبقى انت بتوجه المباراه بشكل مختلف تماما، ان انت اللي بتدير المباراه، وانت اللي الكره بتستحوذ، وانت لو الضغط العالي قوي جدا ولاعيبتك عملت مجهود بدني على مدار المباراه، مهم جدا ان انت تنظم المجهود المدني ده. فريق بايرن ميونخ هيمسك الكره وهيستحوذ على الكره الى حد ما، لكن مهم جدا ان تبقى الغلبه والاستحواذ الاكتر بالنسبه ليك. والفكره كلها في الاستحواذ، مش الاستحواذ كله ان انت تخليه سيطره هجوميه، لا، في استحواذ احيانا يكون سلبي، ان انت تستحوذ على الكره بشكل جيد، ولكن انك انت تتحكم في ايقاع المباراه، انك تخليه هادي، بحيث ان انت ما تخليش فريق بايرن ميونخ دايما ان هو بيعمل عليك ضغط بشكل كبير جدا، لا، هدي المباراه شويه. امتى ابتدى؟ لو ابتدى فريق بايرن ميونخ هيسرع عليا المباراه ويبتدي ان هو يعمل ضغط عالي، لا، ابتدي انا احرك الكره من على الاطراف، وابتدي انا اضغطه، وابتدي ان انا اهاجمه بشكل كبير، وفي نفس الوقت اقل عدد لاعيبه في الثلث الاخير، بحيث ان انا احافظ على توازنات منطقه وسط الملعب ومنطقه الدفاع، لان زي ما اتفقنا بايرن ميونخ لو لعب كره هجوميه او لعب هجمات مرتده عليا، الامور هتكون صعبه جدا بالنسبه لمانشستر يونايتد. ومانشستر يونايتد قوته النهارده في ان هو يعمل زياده عدديه في منطقه وسط الملعب، بس زياده عدديه في خط الدفاع، مهم جدا ننتبه للنقطه دي، زياده عدديه في وسط الملعب. يبقى انا النهارده هنسق ما بين التوازنات الكيف وتوازنات الكم لتحقيق افضل اداء ممكن بالنسبه لمانشستر يونايتد، خاصه ان زي ما اتفقنا ان المعادله او المشكله اللي بيقابلها تين هاج الفتره الاخيره هي المعادله بالنسبه للثلاثي في الثلث الاخير. لا، انا هغير بقى، هخلي نقطه ضعف دي تبقى نقطه قوه ليا، ونقطه قوه الفريق المنافس تبقى نقطه ضعف ليهم، ونقطه قوه الفريق المنافس تبقى نقطه ضعف بالنسبه لي. هنا بقى ايه الاسلوب الخطط اللي انت بتتعامل بيه مع المباراه، هو ده اللي هيخليك ان انت تقدر تدير المباراه بشكل جيد، وبل بالعكس تطلع من المباراه بشكل مقنع جدا. فالحقيقه مباراه النهارده هتكون من المباريات القويه جدا جدا جدا، المباراه هتكون شرسه من البدايه، مهم جدا ان فريق مانشستر يونايتد من البدايه ينزل ما يكونش خايف، المباراه دي بدايتها هي اللي هتدي انطباع عن المباراه هيكون مسارها عامل ازاي. مهم جدا ان تين هاج ولاعيبته يكونوا هاديين، المباراه هتكون قويه، المباراه هتكون ممتعه جدا، كلنا هنستمتع بيها. يمكن الحقيقه اعتقد هتكون من اجمل المباريات، ويمكن الحقيقه انا لو بتكلم عن وجهه نظري، لو هنتكلم على فريق جاهز ان هو السنه دي يحصل على بطوله دوري ابطال اوروبا، فانا اقول فريق بايرن ميونخ الاقرب. يمكن الحقيقه عنده لاعب واثنين وثلاثه متميزين جدا في نفس المركز، الصف الاول والصف الثاني والصف الثالث ما يختلفوش عن بعض في الاداء. ايضا عندهم مدير فني متميز، توماس توخل عنده خبرات كبيره جدا سواء في دوري ابطال اوروبا، وحصل على بطوله دوري ابطال اوروبا قبل كده مع فريق تشيلسي الانجليزي، وايضا الحقيقه من المديرين الفنيين متميزين جدا. يمكن ايضا عندهم جميع الاسلحه اللي يقدروا يخترقوا بها اي فريق. يمكن النهارده بنتكلم على اجنحه متميزه، لاعيبه وسط ملعب، لاعب مهاجم. يمكن الحقيقه شويه الخلل اللي بيحصل هو الاثنين المدافعين. اعتقد التعاقد مع اللاعب كيم جي اعتقد ممكن الى حد ما يقوي الخطوط الخلفيه. يمكن النهارده المباراه هتكون صعبه جدا على فريق مانشستر يونايتد. هنتكلم على الفريق اللي هو يكون جاهز ان هو يحصل على بطوله دوري ابطال اوروبا، فاعتقد فريق بايرن ميونخ من الفرق المرشحه وبقوه. فالنهارده وانت بتلعب كمانشستر يونايتد امام فريق بايرن ميونخ، مهم جدا جدا ناخد بالنا من النقاط اللي احنا اتكلمنا فيها. واعتقد انه توماس توخل لو هنقارنه بالمدير الفني تين هاج، المدير الفني مانشستر يونايتد، وده ما يقللش من تين هاج، لو هنتكلم على الخبرات وهنتكلم على الامكانيات والاستقرار الاداري والفني الفتره الاخيره، فيمكن الحقيقه بيرجح كفه فوز فريق بايرن ميونخ. ولكن هل النهارده مانشستر يونايتد يقدر يتغلب على كل ده؟ يقدر يتغلب عليه الى حد ما، مش بالشكل الاكيد ولكن الى حد ما. فالنهارده يا ترى مين المخرج او مين المدير الفني المتميز اللي هيعرف يطلع لنا مشهد هو الافضل في اداره اللقاء؟ مباراه قويه جدا، اعتقد هتكون من المباريات المتميزه جدا اللي كلنا هنتابعها. ويمكن بنصح حضراتكم وبنصح كل المتابعين ان هم يتابعوا المباراه دي، لانها هتكون مباراه من المباريات الجميله جدا، واعتقد هتكون مباراه خططيه وفنيه بشكل كبير. يمكن في نهايه حلقتنا بشكر حضراتكم جدا على دعمكم المتواصل لينا من خلال صفحتنا على الفيسبوك، وايضا من خلال اشتراكاتكم بالنسبه لقناتنا على اليوتيوب. وطبعا ما ننساش دايما نعمل فولو للصفحه، بنأكد على حضراتكم، ونعمل اشتراك للقناه من خلال تفعيل زر الجرس، ايضا نعمل لايك، نعمل شير، وانتظروا مننا دايما حلقات متميزة الفترة القادمة، وهيكون في مفاجآت كتيرة. بشكركم جدا والى اللقاء.